عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي. كنرحب بكم اليوم من جديد في قناتكم ريما شانيل. شكرا للدعم ديالكم للقناة، شكرا للناس اللي عاد التحقت بينا، مرحبا بكم معنا. شكرا للدعم ديال العائلة والأصدقاء ديالي، شكرا بزاف. فكرة اليوم هي عبارة عن وصفات بسيطة وسهلة، وهي إهداء مني خصيصا للبنات ديالنا، بنات لي كوزين ديالي اللي عيطوا لي وقالوا لي بعد ما شافوا الفيديو السابق ديال المقبلات اللي كنت درت اللي فيهم البطاطا وهذا، قالوا لي علاش لا ما تعملي لناش يعني وصفات اخرى بخضر جديده و يعني يجيونا ساهلين اللي ما نضيعوش فيهم الوقت بزاف، بحكم انهم ما ساكنينش مع العائله ديالهم وكيقراو في مدن يعني بعيده بزاف، وما عندهمش الوقت بزاف لان القرايه لي بريباراسيون ما كيكونش عندهم الوقت لا يوقفوا مده طويله باش يتسناو داك الطبق ياكلوه. دونك يبريفيري انهم ياكلوا شي حاجه اللي سهله يعني، اولا كياكلوا مساكن في الزنقه. دونك هما يعني طلبوني قالوا لي حنا بغينا نطيبوا في الدار وهذا، ولكن ما كنلقاوش شي وصفات اللي هكا يجيونا بسيطين وما يضيعولناش الوقت بزاف ومع يعني الواحد كيكون ما مولفش يطيب كيزيد يتقال في الطياب. دونك هذا الفيديو خصيصا لكم، ساهلين بزاف وكنتمنى انهم يعني تكون تعجبكم وديروهم ويجيوكم ساهلين، وانا امشي معكم خطوه بخطوه، وغير بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. والى عجبكم ما تنساوش تدعمونا بجيم. دابا ان شاء غنبداو بالوصفه الاولى. غنحتاجوا المكوره يعني الكرومب، واحد الكرومبه كبيره. غناخدوها نقردوها يعني الى قطع، ونحاولوا نغسلوها مزيان، وغنفتحوا دوك الوريقات من الداخل حيت كيكونوا عامرين بالبخوش. بعض المرات كنلقاو حشرات، من الاحسن انكم تغسلوهم مزيان وتاكدوا على الغسيل. غنحتاجوا المعدنوس، ربطه ديال المعدنوس اللي غادي نغسلوه مزيان حتى هو، وغادي نقردوه يعني صغير. غنحتاجوا 6 ديال السنان ديال الثومه حتى هما اللي هما غنحكوهم. وغنحتاجوا العطريه ديالنا اللي غنحتاجوا اللي غنديروا فيها الملحه على حسب الذوق. كاس صغير ديال الزيت. البزار غير واحد شويه يعني الراس المعلقه ديال البزار. غنحتاجوا معلقه د الكمون ومعلقه ديال التحميره او لا اكثر يعني على حسب اللون نتوما اللي باغيين توصلوا له. صافي. اول حاجه غنبدا بها هي الكرومب غناخذ ميكسور اولا غناخذ ديك الحكاكه ديال المطيشه. يا اما نحكو بيدي يا اما غادي ندوزو في ميكسور. انا هنايا استعملت الميكسور، دونك كنميكسيه واحد شويه حتى تيولي قطع صغيره بزاف. كنبقى معاه حتى تنسالي، نفس العمليه حتى تنسالي. كنديرو نيشان ملي كنطحنو كنديرو في كوكوط، حيت غنطيبو في الكوكوط باش يطيب، لانه هو شويه ثقيل في الطياب، الا درتو في المقله ما غاديش يطيب ليا. دونك من الاحسن يطيب في الكوكوط وباش ما نعملوش الماء. دونك غندير الخليط ديالي كامل من بعد ما نسالي، من بعد ما نحك بيان سور الثومه مع الكرومب مع المعدنوس اللي قردتو، غنضيف له الزيت وغنضيف له العطريه اللي كنت سبق لي وقلتها لكم، وصافي. وواحد شويه د الماء يعني تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الماء هما اللي غنستعمل في الكرومب. غنحاول ان يطيب على عافيه مهيله بزاف، يعني عطيوه الوقت غير في الطياب، ما تعليوش العافيه بزاف عليه باش ما يتحرقش. وغنحاولوا في داك البخار يطيب هو باش يجي لذيذ، باش تبقى فيه ديك النسمه وديك العطريه ما تمشي لناش ويبقى منسم ولذيذ. دونك غندير الاكله ديالتي فوق النار على نار هادئه كما قلت لكم، وندوزو للوصفه الثانيه ان شاء الله.
كما كتشوفوا من بعد ما خلطنا الكل في هذا الشكل هذا، وكما وريتكم ضفت شويه د الماء غير باش شللت ديك الطاسه من الثومه. دابا نضيف السودانيه اليابسه وحده، غادي نقطعها بهذا الشكل. واللي ما كيبغيش الحار بلا ما يديرو، عندي بابريكا، غندير القياس ديالي يعني معلقه كبيره معلقه ونص على حسب يعني اللون اللي بغيت نحصل عليه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكمون البلدي ديال الدار اللي كنقيوه وكنغسلوه وكنشفوه وكنطحنوه، حسن من داك الكمون ديال الزنقه اللي ما عرفناش واش كمون حقيقي ولا مزور. عندي هنا شويه ديال البزار، يعني ربع معلقه ديال البزار، واللي بغى ما يديروش يعني على حسب الذوق وصافي. دونك الاساسي هو البابريكا والكمون، هما الاساسيين في هاد الاكل هادو. وبالنسبه للملحه على حسب الذوق حتى هي. هنايا الزيت كيف ما سبق لي وقلت لكم بان الزيت ضروري يكون زيت الزيتون من الاحسن. يعني كيف ما كتشوفوا في فيديوهات ديالي ديال الطبخ كاملين كنحاول انني نركز على هذه المساله، زيت الزيتون احسن من الزيت ديال المائده. عندي كاس هنايا ما عمرش مزيان، المهم واحد شويه باش يعمر كنعمرو وكنصب الزيت البلدي ديالي. دونك دابا الوصفه راها سالات، ما بقى لها الا تشحر شي شويه، تمشي وتجي في العافيه شي شويه تشحر، ومن بعد ان شاء الله غادي نسد عليها. ولا بان لكم اللون باقي ابيض زيدوا البابريكا على حسب الكميه اللي نتوما غديروا ديال الكرومب. دونك دابا ما بقى لي الا نحطها فوق النار ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب هاد الاكله. دابا ندوزو للوصفه ديالنا الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه غنحتاجو الخيزو، غنكونوا الجزر غنكونوا قشرناه وغسلناه وغناخذوا حكاكه وغادي نحكوه على طول، يعني يعني الحكاكه د مطيشه وغندوزو عليه هكا باش يجينا طويل ما يجيناش قصير. دونك انا هنايا تقريبا عندي كيلو ديال الجزر ولا كيلو الا ربع تقريبا بحال هكا. غادي نحكو مزيان وعندكم يديكم عندكم تجرحوا. راه كاينه واحد الاله كتكون مع هذه، كتكون واحد السيكوريتي اللي كتلصقها في الخضره باش كتحك، ولكن انا هنا ادباتني لان الجزره طويله ماشي مدوره، وهي كتجي احسن مع دوك اللي مدورين فحال البطاطا فحال المطيشه، وهذا من الاحسن. دونك غنكمل بيدي غنحك كاع هذا. هانتوما كما تشوفوا بحال هذا الشكل هذا كيكون طويل، ونكمل معكم ان شاء الله كماله. هنا من بعد ما حكيت الجزر كامل كناخذ الفصوص ديال الثوم. عندي هنا 3 د الفصوص ديال الثوم كبيرين ماشي صغار، والمعدنوس تقريبا 1-2 معالق عامرين. المعدنوس انا راه عندي ديجا في المجمد. المقله ديالي اللي غنستعمل فيها الجزر درت فيها الزيت، يعني تقريبا داك الكويس ما عامرش بزاف ديال الزيت البلدي، دائما زيت الزيتون ما كنستعملش الزيت العادي. كنصب فيها هذا الجزر، من بعد كنضيف له الثومه، من بعد كنضيف المعدنوس، بالنسبه للعطريه عندي معلقه ديال الكمون، واحد ربع معلقه ديال البزار، اللي كيفضلوا اللي ما كيبغيش البزار ما يديروش، معلقه ديال الملح على حسب الذوق، والبابريكا التحميره، يعني البابريكا ديروا القياس اللي بغيتو.
البابريكا يعني على حسب اللون اللي بغيتو نتوما توصلوا له صافي. دونك دابا بالنسبه للطبخ ديالو هذا ما ياخذش مني بزاف ديال الوقت. هو كيوجد داغي غنغطيه بالغلاقه ديال المقله وصافي، وغادي نخليه يتقلى هو راه كيطلق الماء في الاول، كيطلق الماء ديالو. بالنسبه للوصفه الثالثه عندنا الدنجال حبيب الكل، كلشي كيحماق على الدنجال وعنده بزاف ديال الطرق يعني ديال التحضير، اسهلهم هي اللي غنوريها لكم دابا. كناخذ 3 ديال الحبات ديال الدنجال كبيرين. غادي نقيها بهذا الشكل يعني باش كتجيني الدنجال بيضه، ما كتجيش فيها ديك الزروقه بزاف. كنقص منها الجلده، كنقطعها قطع طويله. كاينه بزاف ديال الطرق ديال التقطاع، يعني انا نوريهم لكم دابا. كنقطعوه لمربعات متساويه باش كيجينا باش داغي كيدخلوا الطياب ما كيتعطلش بزاف. وهادو اطباق والله الا كاملين ساهلين، زعما بالزربه كيتحضروا ما كياخذوناش الوقت. وهنايا كندوز عليهم الموس من الوسط باش كيجيوني المربعات مقادين باش ما كتبقاش داك القطيعه طويله. في اي اناء ديال الطبخ يعني شي حاجه يعني جميله صغيره مقله اللي بغيتو اللي عندكم اللي موجود، غتستعملوا فيها هاد المربعات، غتحطوهم نيشان تما. وغادي نكملوا التقطيع كامل البقيه ديال هذا ونرجع معكم. في هذا الاثناء كنكون كملت. هذه اخر وحده غادي نستعملها. تبارك الله راه جا كتير وماشي ضروري يعني تنكل في نهار واحد، راه تقدروا تخليوه ليومين في الثلاجه راه ما كيوقع له حتى شي حاجه. دونك هذه طريقه اخرى عاوتاني باش لا بغيتو يجيكم متساويين. شوفوا التقطيعه اللي كتحبوا نتوما ديروها اللي جاتكم سهله على يديكم. كل الطرق تؤدي الى روما. المهم الطريقه اللي حبيتو نتوما باش تقطعوا غير هو ملي كيجيو متساويين في الحجم ومقادين كيجيو حتى في المنظر مزيانين وكيطيبوا بنفس الوقت، يعني ماشي كيبقاش واحد ياخذ الطياب على الاخر ولا واحد كيتعطل على الاخر. هنا الثومه، انا في حقيقه كتعجبني الثومه بزاف كثيره في هاد المقبلات، يعني كندير يعني 3 فما فوق. هنا درت 4. بالنسبه للعطريه هنايا اللي كيفضل يدير شويه البزار يديروا، اللي ما كيعجبوش ما يديروش. كما قلت لكم راه ما كيدارش، راه زعما يعني ماشي ضروري يكون. هنايا كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكمون. بالنسبه للبابريكا حتى هي على حسب الذوق، يعني معلقه 2 معالق على حسب نتوما كيفاش بغيتوها، بغيتو يكون اللون ديال الدنجال. عندي هنا كاس كبير، يعني كاس هاد المويان هذا الصغيور، يعني كاس عامر ماشي كبير عفوا، كاس عامر ديال الزيت هو اللي عبرت به قبيله الوصفات الاخرى. نفس الكاس، معلقه صغيره بالطبع ديال القهوه، معلقه صغيره ديال الملحه والمعدنوس، واللي بغى يدير المعدنوس والقزبر اللي كتحبوه ديروه. المهم انا كنفضل ندير غير المعدنوس بوحديته. هنا راه الطبيخ العامر تقريبا عندي 2 معالق كبارين عامرين ديال المعدنوس، وفلفله حاره اللي كيبغي الحار بالطبع. اللي كيعجبو السودانيه مطحونه يديرها حتى هي اللي كتفضلوا. عندي هنايا 2 حبات ديال الطماطم كنت قشرت ليهم، زولت ليهم الزريعه وطحنتهم. دابا ما بقى لي الا نزيد اخر حاجه اللي غنديرها دابا، وهي مطيشه المركزه. كتجي الديبده وهي اللي كتعطي واحد اللذه زوينه في هذا، وكتساعد الدنجال انه يتلون. المهم عندي معلقه كبيره هنايا عامره ديال مطيشه مركزه، المهم كتعطي واحد اللذه زوينه يعني للتغيير. بعض المرات انا ما كنديرهاش في اطباق اخرى، بحال دابا الا درت الدنجال مشوي ما كنستعملش المطيشه ديال المركزه. بالنسبه للطبق الرابع عندنا وهو الباربه. كتسلقوها كامله، يعني كتشريوها كتنقيوها كامله
شحال ما شريتو، كيلو جوج اللي حبيتو. المهم هي تكون عندكم الثلاجة كتنقيوها مزيان. ماشي كتنقيوها يعني ما كتزولوش لا القشره، غير نتوما كتغسلوها مزيان 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 من الغيس، لان دابا الشتا هذه كتكون مغيسه. دوك العريشات اللي كيكونوا لاصقين فيها حتى هي كنحاولوا نغسلوهم مزيان بالماء حتى ما كيبقى فيهم حتى شي حاجه، وكنخليوها بالجلده ديالها بديك العريش ديالها، وكنديروها في كوكوط اللي كنكونوا سخنا شي شويه داك الماء. ما كنعمروش كوكوط بزاف بالماء حيت هي داغي كطيب. كنديروا فيها الحبات ديال الباربه كامله وكنسلقوها. ملي كنسلقوها كناخذوا قياس ما اللي غنستعملوه، واللي بقى كنديروه في واحد البواطه، وكنديروا كنخليوها بالحق ديك الكوكوط حتى تبرد. وكنشدوا دوك الريوسه ديال الباربه ديالنا، كنستفوهم في شي بواطه ونكبوا عليهم الماء ديالهم، وكنديروهم في الثلاجه. كل مره كنجبدوها راه بحال يلاه صايبتيها. دونك هنايا قطعنا الباربه المربعات صغيره ومتساويه الحجم. كيما كيبان لكم تما عندي في لو بول عندي معدنوس مقرد. كندير واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس. هنايا انا ما درتش فيها المطيشه والبصله، ولكن كتجي رائعه بالمطيشه والبصله. اللي يزيدها راه مزيانه حتى هي كتجي. انا اليوم فضلت نديرها غير بهذا الشكل. غادي نزيد الباربه على المعدنوس في لو بول، وغادي ندوز دابا باش نصايب ليهم يعني لاصوص اللي غادي نخلطوا بها الباربه. غناخذوا زليفه صغيره. اللي عنده الحامض احسن ياخذ واحد العصير ديال نص حامضه موين، حامضه صغيره كاع كامله ماشي مشكل، على حسب. هي راه كتجي الحموضه زوينه في الباربه. انا دابا ما عنديش الحامض، ما متوفرش عندي، ما بقاش، ولكن غنستعمل الخل. حتى الخل حتى هو نقدروا كيجي لديود. دونك كندير الكميه اللي غتكفاني ديال الخل، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الخل. ونزيد عليهم الزيت ديال العود، زيت البلدي القياس اللي غنحتاج. يعني دابا ما بقى لي الا نخلط الجميع بالمعلقه حتى ينسجموا مع بعضياتهم، ونترك دابا الباربه في الثلاجه، والخليط حتى هو نتركو في الثلاجه حتى الوقيته اللي غادي نقدم الطبق ناكلوه، وديك الساعات نخلطهم مع بعضياتهم. دويره عند الطبخ ديالنا، الوصفات ديالنا اللي حطيناهم ب4 بهم كيطيبوا، ب3 بهم. هنايا كيف ما كتشوفوا راه هو خيزو وجد من بعد ما كنت غطيته بالغلاقه. دابا كنزول الغلاقه باش ينشف من الماء اللي كيطلق، وباش يجي مشحار ويجي يعني هكا الديواد وكراميليزي. دونك هنايا راه هو تقريبا نقول انا وجد، لان صافي غنطفي عليه. وهنا الدنجه راه هو كيبان لكم كيفاش نزل، داغي كينزل ما كيبقاش. يعني شوف الكميه كيفاش نزلات وصغارت، كيجي بهذا الشكل. مازال هذا ما طاب، دونك غنخليه واحد شويه، نزيد نغلقو ونكمل يكمل الطبخ ديالو. ونطفي على الخيزو، بارك عليه الجزر وجد، صافي غنطفي عليه دابا. بالنسبه للمكور راني طيبته وحيدته حتى هو راه كيطيب داغي. دابا في واحد هذا غناخذ الحامض. هذا الحامض هذا الاول اللي غنضيفو في الخيزو في الجزر، وغنضيفو في المكور في الكرومب. هو كيجي المذاق ديالهم زوين مع بعضياتهم، يعني مسير الحامض مسير راه كيجي مع بزاف ديال الاطباق. وزوين اننا ندخلوهم في الماكله بحال البقوله، بحال خيزو هذا محكوك اللي صايبنا دابا، ولا مثلا الكرومب، راه كلهم كيجيو رائعين. كتجي فيه واحد اللذه زوينه، ويعني لا في المذاق ولا في المنظر، بجوجهم كيجيو زوينين. هنايا قطعت الطريف ديال الحامض، قطعته على طول بحال اللي قطعت بحال اللي حكيت الخيزو باش كيجي المنظر ديالو زوين. وغادي ناخذ طرف واحد اخر غادي نقطعو الى مربعات. هذوك المربعات غنستعملهم في الكرومب. وهاد الطويل هذا اللي قطعته، هذا الربيع اللي قطعته بالطوله غنستعملو في الجزر.
وما ننساش بالطبع إضافة الزيتون اللي هم بجوج كيجي معاهم رائع. غناخد دابا البطاطا، خليتها للأخير لأن البطاطا كيف ما كتعرفوا ساهلة كتوجد في 10 دقائق ما كتعطلش. غادي ناخد القياس الكافي ديالي اللي أنا عندي اللي بغيت نطيب. هنا عندي تقريبا كيلو د البطاطا، غنديرو كامل، غادي نقطعو لمربعات صغيرة، مربعات بالتساوي باش يجيوني في المنيضر كيجيوني زوينين وكيطيبوا في نفس الوقيته، يعني كياخدو نفس الوقت ديال الطياب. دونك غادي نقطع الجميع بهذا الشكل. غنكمل الكميه ديالي ونتلاقاو. بعد ما ساليت القطع ديال البطاطا، كناخد الطنجره ديال الضغط وكندير فيها الزيت البلدي، واحد الكاس صغير ديال الزيت البلدي ولا مغرف كبيره، وكنزيد له المعدنوس تقريبا واحد 3 المعالق ديال المعدنوس كبار ومعلقه ديال القزبر. هاد الاكله هادي كيجي معاها الحرور، يعني نقدروا نديروا لها السودانيه الحاره اليابسه ولا المدقوقه اللي كتفضلوا. بالنسبه للثومه غادي نغسلوها، نحيدوا لها يعني نقيوها، واخا نخليو فيها شي شويه ديال القشره، غادي نحكوها مزيان في الحكاكه. عندي تما 3 ديال السنان ديال الثومه كبارين، واخا ينزل لينا القشر ديالها ماشي مشكل، راه كيعطي واحد المذاق رائع وزوين. بعد ما ساليت الثومه بالحكان، دابا ندوزو للعطريه. عندي معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ما عمرات بزاف ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، البابريكا اولا التحميره غندير واحد المعلقه صغيره، واللي بغى يدير كثر يدير كثر على حسب اللون، والخرقوم معلقه صغيره ديال الخرقوم باش كتعطينا لوين زوين البطاطا. بعد ما درت جميع التوابل هنايا، غادي نهز الكوكوط وغادي نديرها شويه، غنضيف ليها بعدا قبل غنضيف لها واحد شويه ديال الماء ماشي بزاف، تقريبا واحد يعني 2 معالق ولا 3 المعالق ديال الماء كبار. غادي نحط هاد الخليط هذا فوق النار هادئه، غير يتقلى واحد شويه هكا، غير تنسم ديك الثومه، وابخي غادي نزيد عليه البطاطا اللي كنت قرطتها كامله، غادي نخليه يتشوح شي شويه يمشي ويجي في العافيه حتى تنحس بالبطاطا بدات كتقلى شي شويه. ومن بعد ان شاء الله غنضيف ليها عاوتاني واحد الكميه بحال الاول ديال الماء، وغادي نسد عليها الكوكوط
ما بين يعني نحسب ليها ما بين 8 دقائق حتى 10 دقائق. كطيب البطاطا كطيب بسرعة كيف ما كتشوفوا هنايا. عندي البطاطا كنت قليتها هي وهانتوما كتشوفوا راه ما عنديش الماء بزاف، دونك نقدر نضيف ليها واحد شي شويه ديال الماء اللي عطيب ليا فيه هاد البطاطا. صافي من بعد غادي نخليها على نار هادئة، يعني هادئة جدا، يعني أقل ما كاين في العافية، باش كتجي كطيب على مهلها وما كتجيش ناشفة وكتجي لذيذة، كتجي مشرملة ومشحرة وكتجي غزالة. الأطباق ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا. البطاطا هانتوما شفتوا الشكل ديالها النهائي، كتجي غزالة ولذيذة ورائعة. الدنجال، الخيزو كنضيفولو الحامض والزيتون، وهنايا عندنا المكور اللي طيبنا قبيله ضفنالو حتى هو الحامض مسير والزيتون والباربه بطبيعة الحال. هادو كلهم أطباق خفافين وكيجيو زوينين. كنتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم وجاوكم ساهلين وتجربوهم، ولا عجبكم الفيديو ديروا له لايك وشجعوني، وشكرا لكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفكرة جديدة. يقدر يكون روتين، يقدر يكون طبخ، مازال ما عارفة، ولكن مرحبا بكم معايا دائما. شكرا لتشجيعكم وإلى اللقاء.